الافكار اللي بتتحط دي افكار كارثيه تخلف بوصله مجتمع. فاللي انا بقوله لك ده من اخطر ما يمكن. فهنا لازم يبقى في منع. فكره الرأسمالية كمان وتحكم الفلوس في الانتاج، ما هو ده كمان بيخلي انه المؤلف او المخرج يمشوا في سكه ممكن ما تبقاش السكه اللي هم عايزين يمشوا فيها. ايه الحوار العبثي ده؟ يعني ايه حد يناقشني في اصل وانت كده عايز تمنع السرسجه؟ يا رب تتمنع السرسجه، مش من المسلسلات، من حياتنا. هل انت شايف انه الكاتب لازم يكون مؤمن باللي بيكتبه، مؤمن بيه وعلى درايه كامله بكل الجوانب بيه، ولا هي نوع من الشغلانه سبوبه؟ ان انت لو جيتي اتكلمتي يقول لك حريه الابداع، هو مين اللي قال ان ده ابداع عشان يبقى ليه حريه؟ مين اللي صنف ان ده ابداع او لا؟ مين اللي قال ان ده مسلسل ينفع رمضان او لا؟ انا في مكان مفتقدين فيه فكره التنويرين، او حتى مش عارفين يعني ايه ده، يعني مش عارفين يعني ايه ان حد يبقى واعي بالمجتمع. اللي بقى بيدين الغلط بقى بيتحاسب على انه غلط. فكره انسنه الشخصيه مش موجوده. انا احب اكون مؤثر في حياه الناس، سايب حاجه بجد عايشه يعني. اهلا بيكم في ساندي ستيشن، وشكرا لكل حد بيتابعنا وبيتابع كل اسبوع محطات مختلفه لضيوفنا. والنهارده ضيفي هو قدر يدخل باعماله كل بيت، من ابو العروسه لولاد ناس لوبنا معاد، وقدر يلمسنا كلنا. رحبوا معايا بهاني كمال. ازيك يا هاني؟ تمام الحمد لله. هاني، اللي انا اعرفه ان انت اساسا كنت مهندس. لا، ما كنتش مهندس. انا خريج هندسه، بس مش معنى ان انا خريج هندسه ان انا مهندس. يعني في فرق في الحاجات. في فرق. طبعا. ده ما هم في اولى هندسه بيقول لك احنا مهندسين. يعني هقول لك، ما انا خريج هندسه ونقابي وكل التفاصيل بتاعه الهندسه. ولكن كمهندس ممارس انا لم امارس الهندسه تماما، لاني انا كنت عايز ادخل معهد سينما. ما عرفتش ادخل المعهد ساعتها، لان انا كان قسم اخراج ساعتها بياخد 10 بس، وما كانش عندي الواسطه اللي تخليني اعرف ادخل المعهد. فدخلت 3 مرات، كل مره اوصل للاناليسز واخرج. الاناليسز ده اخر حاجه في الاختبارات يعني. وبعدها المجموع الكبير ده كان قدامي ان ادخل كليه تجاره يا كليه هندسه. فماما قررت ان انا ادخل هندسه، لان في الاخر انت جايب مجموع. فدخلت الهندسه. وانا في الهندسه عملت دبلومه دراسات حره في قصر السينما. كان ساعتها في حاجه اسمها، لغايه دلوقتي موجوده، بس كانت ساعتها يعني دبلومه بجد، اخراج وسيناريو في قصر السينما. دي كانت دراسه حره جنب الدراسه يعني. وعملت مشروع تخرج، وبعدها نتيجه مشروع التخرج ده اشتغلت عند الاستاذ يوسف شاهين مساعد مخرج تحت التمرين 2 سنين. كل ده وانا في الجامعه. فانا قعدت قد ايه في هندسه؟ 11 سنه. بس 11 سنه، لدرجه ان انا كنت بتمرن عند، يعني كان بيبقى عندي امتحانات ونازل تمرين عند الاستاذ، بس بالنسبه لي هي دي الخبره اللي بجد. فكنت بسيب الامتحانات واحضر التصوير. بس يعني ما انتصرتش عليا، يعني كملت لدرجه ان انا اشتغلت موظف كمان فتره من الفترات، كرييتيف دايركتور في كذا قناه في المدينه. وبعدها اتجوزت وانا طالب لسه بدرس في الهندسه. خلصت اخر امتحان في الهانيمون. انا ما مارستش الهندسه، بس اقدر اقول لك دلوقتي بعد الوقت ده اللي عدى ان الهندسه فادتني جدا كتنظيم فكر، كمايند سيت. يعني المهندس مش فكره ان هو انا على فكره هندسه ميكانيكا انتاج، يعني المفروض اشتغل في المصانع كمان. بس هي بتديكي عقل مختلف في رؤيه المواضيع عموما. وساعدتني في ايه بقى دلوقتي؟ ان انا بقيت بكتب وبخرج. فكره ان انت تعملي الحاله التنظيميه ما بين الاثنين وتعرفي تشتغلي الاثنين بشكل مظبوط، ده هندسه، مش موهبه اكتر منه ان هندسه ان انت منظمه الامور تبقى ماشيه ازاي. لان انا بدخل بورقي كامل وما عنديش ورشه، يعني عندي تفاصيل في الموضوع. ف11 سنه كنت بسال فيهم ربنا انا ليه دخلتهم. بعد لما خلصت والسنين عدت اكتشفت ان كان ده صح مش غلط. العطله دي كانت مهمه لحياتي. ما علينا ان انت قد ايه متاذيه ان انت اسمك ساقطه واسمك فاشله واسمك ما بتعمليش فلوس، لان ما كنتش بشتغل. اصحابي اللي اتخرجوا واشتغلوا، وعندي اصحابي بقوا دكاتره عليا لان 11 سنه. فالمعيد بقى دكتور. انت متخيله الحاله اللي كان بياخد معايا كورس مثلا بقى دكتور في الماده اللي كان يعني حاله سينمائيه عظيمه جدا.
ولكن استفدت منها بدرجه كافيه تخليني ابقى فاهم ليه ربنا عمل كده نتيجه اختياري، ونتيجه ان انا ما استسلمتش وما طلعتش منها. يعني رغم كل السقوط كان هيبقى عندي عقده، انا تركيبتي كان هيبقى عندي عقده من الموضوع، فكملت واشتغلت وانا بدرس ولم امارس الهندسه. اخر دكتور قلت له نجحني، وانا صدقني مش هشتغلها، انا مش عايز اشتغلها، لاني انا يعني حرام في حد تاني ليه مكان هيشتغل مهندس احسن مني، بس نجحني عشان بس نجحني عشان امي وابويا، مش عشان ابقى معاكي مظبوط يعني. وفعلا لو انا النهارده بعرف الناس بقول انه هاني كمال مؤلف ومخرج، لكن هاني كمال لما بيعرف نفسه ازاي؟ انا يعني هقول لك على حاجه، انا اخرجت، انا كتبت عشان اخرج. خلي بالك يعني انا اصلا داخل الاخراج، ولما اكتشفت في نفسي ان انا بكتب، نصحني مساعد ما كده عند استاذ يوسف شاهين، كان اخر مره اقابله من بعدها، قال لي بص يا ابني انت، هو كان واخد مني فيلم وكتب عليه اسمه ومكاني يعني، فقال لي بص يا ابني انت قدامك حلين عشان تخرج، يا تكتب يا تساعد، تبقى مساعد مخرج يعني لغايه ما تخرج، وانا رايي ان انت تكتب، وفي الحالتين مش هشوفك هنا تاني. وفعلا انا مشيت، وكان ساعتها برضو بالنسبه لي ده كان ألم كبير، بس اكتشفت قيمته، ان برضو اللي قاله لي نصحني بيه لاني كتبت، فما كتبت اخرجت. ولكن ده اما كنت بتساليني اللي هو انا مخرج وكاتب، لكن انا اللي اقدر اقوله لك ان انا نفسي اكون مؤثر، مش يعني لما تعرفيني انا احب اكون مؤثر في حياه الناس، سايب حاجه بجد عايشه يعني. فلو قلتي لي تحب تتعرف بمين، اقول لك هاني كمال انسان، لان الانسان دي معناه ان هو كتابته انسانيه، هو في اللوكيشن انسان، هو بيسيب اثر في حياه اللي حواليه بجد. فانا ممكن اكون عايز اتعرف بالشكل ده قدام يعني، مش دلوقتي. لو في قيمه اهلك سابوها فيك لغايه دلوقتي مكمله معاك، ايه القيمه اللي لسه مكمله مع هاني كمال؟ القيمه هي معنى البيت، مفهوم البيت. يعني ايه بيت ما يتكسرش؟ حطي تحت بيت ما يتكسرش حاجات كتير. بيت ما يتكسرش نتيجة أزمات مادية، بيت ما يتكسرش نتيجة نجاح زيادة، يعني ما هو في نجاح ممكن يكسر بيوت طبعا، وفي أزمات ممكن تكسر بيوت. بيت ما يتهزمش كفكرة يعني ايه صداقة، يعني ايه أنا أبويا مثلا عنده أصحاب بقالهم 60 سنة، خد قرارات فاصلة في حياته عشان يبقى جنب أصحابه. فقيمة الصداقة هي كذا حاجة، بس أنا حطيتها كلها تحت مفهوم بيت ما يتكسرش، بيت مبني مظبوط يعني، فأي حاجة تجيله يفضل موجود. وده اللي بحاول أعمله في بيتي، مهما أنا مش ملاك طبعا، بس مهما كان فيه انهزامات أو نجاحات، بحاول إن احنا نحافظ على سلامنا من جوانا يعني كبيت، كأب وولاد وحياة. أمشي على نفس الفكرة بتاعت بابا في فكرة إن البيت ما يتكسرش. ومش بس اعتقد في البيت، انت اعتقد اخدت الفكره دي كمان للشاشه. يعني انت في ابو العروسه فكره العيله، وكان بقالنا كتير قوي ما شفناش فكره عيله وولاد ناس، فكره التعامل مع الاباء والاولاد في مراحل مختلفه سنيه وبالنمعات. انت دخلت تاني فكره العيله واحنا كنا ناسيينها بقالنا كتير. انا ما دخلتش اي حاجه ساندي، انا هقول لك بالظبط. هقول لك هنا نقطتين. اول حاجه، الكاتب عموما لازم يبقى عنده مشروع، مش قصدي مشروع ورق اللي انت بتعمل، لا، عنده مشروع في الحياه، عنده هم. ده اي كاتب حقيقي لازم يبقى عنده هم. يعني ما ينفعش تقولي ايه اللي عامل ابو العروسه ده، مش رغم ان ابو العروسه ملوش دعوه باولاد ناس تماما، صح، وملوش دعوه بينا معاد، بس هتلاقي ان في مشروع عند اللي كاتبه عايز يوصله. خدتيني لعبت اكشن، هتلاقيني عندي مشروع هو نفس المشروع بحاول استرس عليه واوصله. خدتيني لعبت مخابرات، هعمل نفس الكلام. الكاتب لازم يبقى عنده قضيه وهم في حياته. ده مبدئيا على فكره انت كنت كان ايه سؤالك؟ العيله. فهي فكره البيت عموما. انا ما عملتش جديد بقى، بمعنى ايه؟ لان الناس الحقيقيين القدام اللي كانوا شغالين بجد كانوا شغالين بنفس الفكره دي. انا ما عملتش حاجه جديده، هي فكره ان علاقات، احنا كائنات علاقاتيه. يعني انت كشخصيه، احنا العلاقات هي اللي بتكملنا. فاي ورق بيجي لك مقري كويس او مكتوب كويس، هو مكتوب كعلاقات. فالعلاقات دي لو مكتوبه مظبوط، مش قصدي انها تبقى مكتوبه مظبوط انهم كلهم ملائكه، قصدي ان العلاقه نفسها مكتوبه صح، يعني مكتوبه بحاله توازن، يعني
هتلاقي ان انت بتميلي كمشاهده لانك انت علاقاتيه وانت مش واخده بالك لاي مسلسل علاقاتي مكتوب كويس. ليالي الحلميه كان مكتوب كويس، المال والبنون مكتوب كويس، رأفت الهجان مكتوب كويس، الافلام كانت بتتكتب كويس، كل الحاجات بتاعت شغل الاساتذه الكبار كانوا كاتبين بنفس الشكل. انا ما عملتش حاجه جديده، يعني لما حد بيسالني أنا ما عملتش اي حاجه جديده ولا اي يمكن تفصيله. رجعت الحته اللي كانت كنا مفتقدينها يا هاني، علشان احنا من 2010 في حاله بيئه حاكمه بيحكمها الحلال والحرام. في حاجه اسمها نسبيه الاخلاق. النسبيه اللي في الاخلاق دي بوظت الدنيا اكتر، خلتك ان انت لما تبقي بتديني الغلط انت بتغلطي اكتر ان انت بتديني الغلط، لان مين هيقول ان ده غلط؟ ما هو الغلط بالنسبه لك غير الغلط بالنسبه لي. فالحاله اللي خرجت لنا من 2010 وحطي عليها بقى كل ما هو فن تم صناعته بشكل في الوقت ده ما كانش ليه اي اتجاه، خلت الناس وعيها. يمكن كنت بقول لك على فكره نشاره الخشب، والاستاذ محمود ابو زيد لما عمل المشهد العظيم ده، هي فكره ان انت اكلتي للناس نشاره خشب شربتها له. فما جيتي حطيت لهم الشاي، الناس مش مستطعمه الشاي رغم ان انت بتقول لهم ده كويس، دي مش نشاره الخشب اللي انتوا بتاخدوها. فهم فاكرين ان انت كده بتغشيهم، عشان هم طول عمرهم متعودين على فكره نشاره الخشب. العقل اللي بقى محكوم بنسبيه الاخلاق ومحكوم بالحلال والحرام ومحكوم بكل التفاصيل دي، ده ازاي توجهيه غير لما تبقي بتلعبي على قلبه؟ عنده في فطرته ان هو كائن علاقاتي، فتبقى المسلسل لما ينزل له ويحس ان هو مكتوب شبهه هتلاقيه رايح له. اهم حاجه ان تبقى دي حاله، ما تبقاش حالات فرديه، يعني تبقى حاله جماعيه للصناعه عشان نرتقي بذوق المشاهد او بعينيه اللي بقت مش شايفه هو ده الابيض ولا الاسود. احنا واصلين لمرحله دلوقتي احنا مش عارفين ده ابيض ولا اسود، ولما تيجي تهاجمي الغلط بقى بيتقال عليك ان انت غلط. فاحنا واصلين لحاله صعبه. حطي ده كله على بعضه هتلاقيه ان المسلسلات الكويسه اللي بتوصل للناس اتمنى انها تبقى زيها كتير. زمان انت ذكرت كذا مسلسل بس من ضمنهم ليالي الحلميه، ذئاب الجبل طبعا. كان في مسلسلات مختلفة وفكرة العيلة موجودة فيها، ومش بس فكرة العيلة، هي كمان فكرة ان بتوصل حاجة صح. يعني فكرة ذئاب الجبل محدش يصدق انه اخ صعيدي يرجع يسامح اخته بعد سنين. في ذئاب الجبل هقف قدامه في حاجة مهمة، وده اللي انا دايما بحكي فيه، ان كان الوعي ساعتها عشان في مسلسلات جنبه كتير وسينما كتير ليها معنى. فانت قادرة تحطي اي فكرة مظبوطة وصعبة على الناس، ينفع الناس يهضموها ويتغذوا عليها وتلاقيها فايدة. ليه؟ لأن وعي المشاهد في الوقت ده كل الحاجات اللي بيشوفها كانت حاجات صالحة. مش قصدي إنها صالحة خير، صالحة مكتوبة مظبوط يعني. فأي فكرة هتحطيها أزيد هو هيستقبلها، عكس دلوقتي. انت دلوقتي لما بتعملي عمل مهم بيسيب أثر مفروض مهم، هتلاقي إن ممكن يضر زي ما بيفيد للأسف. ليه؟ مش إن العمل وحش، لا، المايند سيت بتاع اللي بيتفرج بقى فيه خلل. ما تنسيش إن ولادنا متسابين سوشيال ميديا وكام بلاتفورم تانيين خواجة كلهم بيحطوا فيها أفكار تانية. فأنت كمان بتتكلمي في ميزان مش مظبوط. يعني المشاهد ملوش ذنب ان هو اللي يحكم او هو اللي يبقى بيتأثر بالعمل ده تأثير سلبي او جيد لغاية فين. يعني ممكن يبقى عمل جيد يأثر فيه سلبي رغم انه جيد، يأثر سلبي نتيجة انه جيد. وممكن لانه العمل ده ما كانش واخد باله من نقط معينة، لو كان اخد باله منها كانت ما كانتش وصلت التأثير السلبي. يعني مثلا لو بنتكلم على قضية مهمة قوي وبتحصل في المجتمع، لكن أنا بناقش القضية دي بطريقة مش صح، فأنا في النهاية المسج اللي في الآخر بتوصل يعني مش مظبوطة. ما أقدرش أقول إيه اللي كان مفروض يتعمل علشان ما يحصلش ده، ولكن لو إحنا بنتكلم عن العمل اللي هو بعينه، الناس بقت خايفة تنزل عيالها مع قرايبها وبقوا خايفين من كل حاجة. هنا العمل ملوش ذنب، ولا ايه اللي يتحط فيه علشان يبقى احسن، ولا ايه اللي يتشال منه عشان يبقى احسن. الذنب فين؟ العقل بتاع المشاهد اللي بيتفرج نفسه ما مش متغذي. لما تيجي من وسط ضلمه 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 وتروحي صدمه بقضيه مهمه،
ليه حق في الحاله اللي هو فيها يبقى انبأ، مش موزون، فيروح الاكستريم بتاع ايه ده، انا لو عمها سلم على بنتي يبقى في مشكله، لو بقى في ارتكاريه اكتر. فده ملوش ذنب فيه المسلسل على قد ما ليه الذنب ليه ايه، كل الصناعه. ان احنا المفروض نوعي، يعني ده وعي بياخد سنين عشان تخلقي انسان يقدر يستطعم شغل ويقدر يستفيد ويقدر يستفيد ويقدر يستفيد. بمناسبة ان احنا بنتكلم على الوعي، ما حسيتش في وقت من الاوقات ان انت بتكتب لفنان معين، هل انت بتشوف انه الفنانين دلوقتي عندهم نفس قدر الوعي اللي ممكن اقول انه كان موجود عند جيل قبل كده زي نور الشريف، زي محمود عبد العزيز، في فكرة ان هو واعي؟ مش بتكلم على ثقافة، ومش بتكلم على ان احنا نعرف نتكلم لغات، انا ما عنديش مفهوم الثقافه، لكن مش بالكتاب، مش لا، لان الجيل ولا الجديد بيعرف يتكلم لغات، عنده ثقافة، لكن هل عنده نسبة الوعي المجتمعي اللي مفترض ان هو يبقى موجود فيه؟ لا، احنا الا من رحم ربي، يعني زي ما بيقولوا ان لا طبعا احنا عندنا ازمه ان اللي بيختار المسلسلات دلوقتي الممثلين وعيهم متلخبط نتيجه اسباب كتير، بعيدا عن ان هم ما عندهمش الوعي الكافي او مش مثقفين يا ستي او مش قاريين، وانا ما بربطش ده بده ابدا، بس بعيدا عن ده كله، وليه وعيهم متلخبط؟ اولا السوشيال ميديا بتسوقهم. ثانيا كل الحاجات اللي بتنزل اي كلام على التيك توك وعلى حتى المسلسلات اللي قبل ما هم يدخلوها بيلاقي انها بتنجح، فهو بيبقى باصص ايه، انا عايز اعمل زي ده، هو عايز يعمل اللي هو ينجمه هو نفسه. زمان الاساتذه اللي انت قلتيهم ما كانوش بيفكروا بالطريقه دي، انا بفكر في المشروع نفسه. احنا دلوقتي الشراب مقلوب، انت بتجيبي النجم يجيب كاتب، وقبل ما يجيب الكاتب ممكن يجيب المخرج وهم معهمش ورق، يجيبوا كاتب يكتب له هو، فما يكتب له هو كل الخطوط اللي جنب البطل ولا ليها لازمه، شويه ماستر سينز كده بس بنظبطها عشان يطلع يعني، بس ملهاش لازمه. هو الموضوع كله فتلاقي الحاجات كلها مش منطقيه، بس هو لاوي دراع كل حاجه. ده غير ان ممكن لما يلوي دراع كل حاجه يبقى بيعمل مسابقات ان الناس تتفرج على كل حاجه. يعني انت مدركه، يعني كان في مسلسل، هي فكره بلعب بمشاعر المشاهد. كان في مسلسل من اغرب ما يمكن، عامل دور الاب، هو عامل دور الابن، ما عنديش مشاكل عادي، صح. لكن مش طبيعي ان لما امه تقابله ما تعرفش انها ان هو ابنها، هو شبه بعض، هم نفس الشخص، دقن وشال الدقن، فما ينفعش. ده بالنسبه للمشاهد ايه، مش ده، سيبك من اختيار النجم، ده بالنسبه للمشاهد ايه، عبث. بس المشاهد من كتر العبث عادي ابتدى يستقبل ده عادي. دي ازمه ان احنا بنبوظ المعايير الحقيقيه للمشاهد اللي يقدر يحكم بيها على عمل. زمان كنا نضحك لو ده حصل، كانه في يعني كان زمان بناخد الافيهات بتاعه المسلسلات بتاعه زمان، فاكره لما كان يشيل الشنب ويعمل كده ونضحك، ما بقوش بيضحكوا، دول بقوا مصدقين دلوقتي. هو ده معناه عارفه ايه، ان المشاهد ما يقدرش يحكم، مفيش معيار، لازم في تنويريين يسوقوا المنطقه دي، لانك بتشوفي مشاهدين اتخدروا خلاص. حلوه فكره التنويريين دي يا هاني، ما دي حقيقه، عشان دي اللي بحكيهولك. في مكان مفتقدين فيه فكره التنويرين، او حتى مش عارفين يعني ايه تنويرين، يعني مش عارفين يعني ايه ان حد يبقى واعي بالمجتمع وبقضايا المجتمع ويسوقك لهناك. المشكله في التنويريين في ايه، ان انت لو جيتي اتكلمتي يقولك حريه الابداع. هو مين اللي قال ان ده ابداع عشان يبقى ليه حريه؟ مين اللي صنف ان ده ابداع او لا؟ مين اللي قال ان ده مسلسل ينفع رمضان او لا؟ ده اللي بيعملوه في اي بلد لازم يبقى فيه اشخاص دارسين علم اجتماع وعلم نفس، فاهمين ومش كبار سنا ولا بيحكموا بسلطه، بس زي ما كانت متساقه زمان، كان في كتاب حقيقيين بيكتبوا، كان في ممثلين بعد لما بيختاروا هم المواضيع الجهات الانتاج يجيبوا الممثلين اللي لايقين عليها. دي حاله دي حاله الايه، ده حاله الوعي اللي المفروض تبقى موجوده من الاشخاص التنويريين اللي يسوقوا مجتمع فقط بوصلته. لان المثل اللي انا قلته لك ده من اخطر ما يمكن، ان انت تبقي بتتعاطفي وشايفه ان عادي ماشي، يعني ده انت معناه ان انت وصلت حاله للمشاهد كارثيه.
هو مبقاش عارف يفرق ما بين ده مش اول واحد، انا بتكلم على مثل بس، مش لان هذا الشخص هو طالع حواليه 10 بينجحوا بالشكل ده بقالهم كذا سنه بنفس الفكر ده، انا هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده وهلوي دراع الاحداث عشان انتقم واضرب. الحاله القذره اللي احنا بنشوفها اللي المفروض ما تكونش موجوده، مش هسيبها واقول انا ضد المنع، لا ما تكونش موجوده، لان ده ضرر. انا عارف ان انا ممكن اتهاجم على الحاجات دي، بس ده ضرر للناس. بس ده معناه ان انت بتحجم الناس، او انت بتتكلم انه لا انا انت بتحجمني ليه، انا حر، انا عايزه. في الاول احنا وصلنا لمرحله ان اللي بيدين الغلط بقى غلط اكتر، وده مش حقيقي. امال مين؟ ايه البوصله؟ وفكره التنوع، انت بتمنع التنوع. لا ده مش تنوع. التنوع ده يحصل امتى يا ساندي؟ يحصل لما يكون في 5 سنين انت عندك كل حاجه ماشيه زي بعضها، يعني كل الانتاج ماشي بكل الانواع ماشيه جنب بعضها، مش في 30 مسلسل عندي 10 مسلسلات سرسجه وانتقام وضرب، ومسلسلين 3 هم اللي بيشيلوا القضيه اللي بجد. بس ما هم ابطالهم يا هاني، هم اللي بيتكرموا وهم اللي بيروحوا مهرجانات وهم. طب فانا كمنتج بشتغل على البطل ده. هي دي مين اللي بيكرم؟ واللي بيكرم هو اللي بينتج، هو ليه؟ لا يعني هي الموضوع مش كده. انا كبقى منتج، الناس ما ينفعش هي اللي تختار لي. ليه؟ لان الناس ما عندهاش صحه الاختيار. مش الناس هي اللي هتقول لي. الافلام الاباحيه بتتشاف اكتر من اي حاجه على فكره في العالم. يعني لو اتكلمتي معايا في نسب مشاهده مين اعلى من نسب الافلام الاباحيه؟ طب ما نروح نعمل افلام اباحيه. اشمعنى لما بنقول ما فيش افلام اباحيه؟ انت فاهمه ان الجسد هو في الاباحيه دي بس الجسد عنده حاجات تانية في فطرته النفسيه كارثيه. الانتقام انت بتغذيه، ده انيل من الافلام الاباحيه. الفكره ان البيوت مخروبه والطلاق يبقى عادي والراجل بيضرب مراته والدنيا ماشيه بالشكل ده، ما ده انيل. فكره ان انا دلوقتي بقى الحب عيب في المسلسلات والافلام، وان انا المشاعر انها تظهر بعيب. في حاجه انيل كمان، وانه الانتقام والضرب والشتيمه ده عادي. ان الفقر مظلوميه، فانت لازم تنتقمي عشان تاخدي حقك بدراعك، وده مش حقيقي، ده ضد البلد عموما. الفقر مش مظلوميه، دي ارزاق ربنا مقسمها وانت تقدر ان انت تعديها لو انت مصدق في نفسك وعارف تشتغل وعارف تعمل، لان ربنا ما بيجوعش حد. فالافكار اللي بتتحط دي افكار كارثيه تخلف بوصله مجتمع. فاللي انا بقوله لك ده من اخطر ما يمكن. فهنا لازم يبقى في منع. يعني انا المفروض الكلام ده يزعل، لا، في نوعيه معينه من الاعمال لا ما تتعملش دلوقتي. لما المجتمع يصح حط له كل حاجه، اكله مظبوط. عارفه ما بيبقى حد عيان بياخدوه لوحده بياكلوه مسلوق كتير، ما ينفعش ياكل جانك فود. صح. انا ما ينفعش احط جانك فود دلوقتي لان المجتمع عيان. في فرق في الحاجات. امال مين يعني ايه طبيب؟ يعني ايه دكتور؟ لما تنوع انا موافق تنوع، بس مش دلوقتي. لما بس يشد حيله كده ويقف على حيله ويعرف هو اللي يصنف بقى. طب انا هقول لك على فكره انت كنت بتتكلم فيها، فكره ان انا عندي مسلسلات بتتكلم على البلطجه وعلى السرسجه وهكذا. طب ما انا هاجي اقول لك انه ده موجود في الواقع. روح اعمل دوكيومنتري بقى كده بنهرج. مش اي حاجه موجوده في الواقع اعملها، لان يعني انا على فكره انا من شبرا، فيعني انا شفت في فرق ما بين السرسجه والشبحنه. يعني ده على فكره دي مسميات من مهمه جدا. يعني انا ما اقدرش اقول ان تيتو احمد السقا كان سرسجي، ما كانش سرسجي، ما هو كان اكشن وطالع من تخيلي لو اتعمل دلوقتي يا اسطى ما اتقالش فيه يا اسطى. الراجل كان خريج اصلاحيه، ما عملش الكلام ده. وكانت على فكره كان في ناس كده، بس الحقيقه بتقول ايه؟ انت وانت بتقدمي الموضوع بتقدميه ازاي؟ انا مش دوري ان جريمه حصلت كريتيكال قوي اجيبها قتل مش عارف بشكل ايه، اصلها موجوده. طب ما تبقى موجوده. كل حاجه دلوقتي موجوده، كل حاجه دلوقتي في مجتمعنا بقت موجوده. انت ضد ان انت تسلط الضوء على الوحش؟ اسلط على الوحش وانا عندي رؤيه علاج، مش اسلط على الوحش وانا اقدره واقول له انت تمام يا حبيبي، انا اهو سرسجي عملت فلوس هنتقم وهكبر والدنيا تمام وهتجوز كذا ست وهعمل وهخلف وهدور على ابني والدنيا هتبقى تمام. وفي الاخر لو حصل لي حاجه، ده مؤخرا ما بقاش بيحصل لهم حاجه كمان. لو حصل لي حاجه يعني هتقتل.
فتيجي تسالي واحد تقول له طب ما انت بص ده في الاخر اتقتل، يقول لك مش مهم، عيشني اللي هو عاشه، ما انا كده كده ميت. فانا اسلط على الوحش؟ هو انا ايه؟ ما كل انا في ولاد ناس ما كانش وحش، ده انا في ولاد ناس كان كل البيوت فيها مشاكل، بس انت طلعتي بعلاج ولا لا؟ مش ان انت غذيتي الموضوع من غير علاج. ما انا كان عندي بنت حامل في الباص، يعني ده من 5 سنين انا قايل ده، وكان عندي مخدرات في الباص، وكان عندي بلاوي، ما كانش عندي حد سوي. بس انت بتعالجي ازاي؟ هي الرؤيه منين يا ساندي؟ لكن يا فرحتي ان انا اجيب الشخص ده يلا يا حبيبي انت سرسجي مكمل بنفس الشكل يعني، وان السرسجي مهم وشاطر، وان الناس بتبص له ايه المشكله يعني ان انا سرسجي، والناس اللي بتتريق على السرسجيه بيعملوا برضه سرسجيه. ده في المسلسلات يعني، في السنه دي مسلسل بطله اتريق على السرسجه وكملت المسلسل لقيتين هو عامل نفس الموضوع، وكأن الحاجات هي بتتكرر واحنا عايمين في دي. وعلى فكره السرسجيه دول كانوا موجودين من زمان، بس الفن كان بيناقشهم ازاي وشايفهم ازاي، ده موضوع تاني. مشكلة انه لو انا بشوف دلوقتي، حتى بما انك اتكلمت على اولاد ناس والطلبة في المدارس، في طلبة في مدارس انترناشنال، او مثلا لو هنتكلم على الطبقة المتوسطة او الفوق متوسطة، بقوا بيشوفوا الاعمال دي وبيقلدوها وهم مش محتاجينها. علشان في علم النفس في مساحتين مهمين جدا في الجملة اللي انت قلتيها دي. اللي بيتأثر بالسرسجة مش السرسجية، اللي بيتأثر السرسجية بيتريقوا، احنا مش كده على فكرة، احنا ليفل اعلى من ده بكتير. اللي بيتأثر بالسرسجة مين؟ طبقة متوسطة وطبقة ايه؟ طب ليه هم اللي بيتأثروا؟ الولاد. يعني الولاد دلوقتي في المدارس الانترناشونال مشاكلهم ان هم تجار فيب، تجار مطاوي، تجار. اتفرجي على الخناقات اللي بتحصل في المدارس وفي يوم الخميس تتخضي من شكل العيال وهم منين. انا ما بصدقش يقول يعني، انا مش مصدق اصلا شكل الخناقه بيبقى ازاي لدرجه ان الاماكن اتقفلت. اتفرجي على كميه العنف. مين البطل؟ هو ده السؤال. انت مصدره لمين بطلهم؟ انا كان بطلي ناس كتير قوي. انا كان بطلي خليل احمد خليل بتاع الوصيه، انا كان بطلي كل رأفت الهجان كان بطلي، انا كان بطلي وانا صغير ابطال، انا احمد عبد العزيز في كذا مسلسل كان بطلي، كان في حاله ابطال، انت عادل امام كان بطلي. ما عدي مين البطل دلوقتي بالنسبه لهم؟ انت مصدره مين البطل؟ هو ده السؤال. مصدره لهم مين؟ طب مين اللي بيحدد البطل ده؟ الافيه بقى الاعلى، البنات هم اللي بيحددوا لهم ان ده البطل اللي احنا بنحبه. فالولاد فياخدوا الشكل بتاع تسقيط البنطلون وياسطه، وكلهم حالقين حلاقه واحده وما تعرفيش تعرفيهم من هم طالعين، انت ما بتعرفوهمش من ان شكلهم واحد. يعني الواحد زمان كان بينفرد بايه؟ انا نفسي يكون شكلي انا متميز. لا، بقى الموضوع مسخ، انا عايزه ابقى قطيع، مسخ. انت ده لو ما عملوش يبقى غلط. فانت بتتكلمي على شعب الوعي بتاعه مش محتاج ان انا امنع عنه جزء لفتره عشان يقف على حيله. منين؟ وبعدين البنات مالهاش ذنب. مين البطل اللي متصدر له؟ يعني زمان كان محمود عبد العزيز، نور الشريف، عادل امام، كل دي كانت ابطال. حسين فهمي، حطي الجيل اللي طلع بعد كده حتى كانوا بيشوفوا حاجات. لكن دلوقتي مين بطلهم؟ مين الشكل اللي شايفينه؟ اما انت عندك افلام بتقول ان السرسجيه هم كويسين ولازم يبقوا ناجحين، وعشان تبقى كويس لازم تبقى سرسجي عشان تبقى ابن بلد وراجل. ايه الهبل ده؟ فكره الرأسمالية كمان وتحكم الفلوس في الانتاج، ما هو ده كمان بيخلي انه المؤلف او المخرج يمشوا في سكه ممكن ما تبقاش السكه اللي هم عايزين يمشوا فيها. مش موجوده في مصر، مش دي الآفة بتاعتنا اللي في مصر. اللي بيشتغلوا جوه مصر ما فيش رأس مال بيتحكم فيهم بالشكل ده. لو في رأس مال من الخارج فالناس عندها أجندة بتعمل شغلها. أنا عندي ما أقدرش ألومهم. الأزمة في اللي ما عندوش أجندة، فرق كبير. أنا عندي أجندة إن أنا أضحك أبسط، على الأقل عندي أجندة. فكرة بقى ان انا ادي فلوس بارقام كبيرة فتخلي ان اجندتي دي اهم من اي اعمال تانية، دي حسب من ممثل لممثل، من صانع لصانع، حسب وعيه. فما اقدرش ادين هنا اي حد من اللي انت حكيتيه، لان هو عنده اجندة. احنا المفروض يبقى عندنا اجندة لينا، والممثل المفروض يبقى عنده عارف انا هنا رايح بعمل ضحك بكسب منه كويس، وده حاجة رسالة لطيفة
بمثل بلدي، ففي ليميت في فكره انا شكلي ايه ودنيتي ايه، وفي نفس الوقت لما اجي اعمل شغل اللي هنا بعمله بجد وما بقيموش بكام قصاد كام، لان لو قارناه المفروض ما يشتغلش في مصر. بس بحترمهم كلهم لان كلهم في اجنده. انا ما لومش حد على اجندته يا زندي، انا الوم اللي ما عندوش اجنده. ده الفرق. ايا كان ايه اجندتك، المهم اللي انت بتنفذها وشاطر فيها وناجح. الوم نجاحك ازاي؟ ففكره الاجنده عموما احترمها الى ابعد حد، على الاقل موجوده ايا كان فيها ايه. حاجه من الحاجات اللي واحنا بنتكلم دلوقتي فكرت فيها، احنا كمان بنحط الابطال بتوعنا في حته انه يا اما انت ملاك يا اما انت يعني البطل، يا اما بطل ملاك او بطل بلطجي بس برضو ليه حق في البلطجه، او الشرير هو ملوش يعني هو شرير بس. فكره انسنه الشخصيه مش موجوده. يعني وانا قاعده بفكر، انا من افضل مسلسلاتي رأفت الهجان. طب وبحس انه هو البطل وهو الهيرو بتاع القضيه، لكن هو كان بيخاف، يعني كان بيترعب انه يتقبض عليه. ما كانش بيخاف بس، كان نسوانجي، كان بيخاف ونسوانجي، وكان انسان. بالظبط. احنا مخلوقين من فكره الضعف والقوه. عادي ان احنا عندنا ضعفات، عادي ان احنا بنغلط، وربنا بيسامح وربنا بيغفر. بشر. فلما انت تتفرجي على بطل بشر، ده في حد ذاته بيخليكي تقولي ايه، انا ممكن ابقى زيه. لكن احنا بنعمل ايه مثلا في السير الذاتيه؟ احنا بنألههم مش بنأنسنهم. في فرق من الأنسنة والتأليه. في فرق ان انا أألهك، هبعدك عن اللي بيتفرج. وعندنا انيل بقى من كده، ان انت بعد ما بتعملي لهم التأليه ممكن العمل اللي بعده، يعني استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه قعد قد ايه بعد رأفت الهجان ما يشتغلش؟ عمل بعد رأفت الهجان ايه؟ ريح كام سنه، وبعد ما ريح كام سنه اشتغل ايه؟ ده انت عندك ازمه ان في حد عمل بطل مهم جدا جدا، تاني عمل طلع تاجر مخدرات وقتال قتله. انت بتشوط حتى الولاد لما شافوك ايقونه. ما ينفعش اللي بعدها تبقى كده. في حاجه اسمها احترام العمل، عمل مهم للبلد. ما ينفعش خالص ان العمل اللي بعده الولد اللي قاعد يتفرج اللي اتعلق بالشخصيه في ذاكرته هو غصب عنه مش واعي ان ده تمثيل بالشكل ده. في حاله من حالات اقول لك ايه، الالتحام ما بينه وما بين البطل اللي شافه. ازاي اشوفه تاني عمل كسر سنه وسنه ذهب وقتال قتله ايه ده؟ فليه وانت عامل حاجه مظبوطه كمان؟ فالواحد هنا بيفكر في الفكره بتاعت ايه هي الانسنه وايه هو التأليه. انا بكتب ازاي؟ انا بكتب ان البشر فيهم الخير والشر، مفيش حاجه اسمها شر مطلق، لان الشرير ده اب كويس على فكره، ممكن يبقى اب كويس مع عياله، ممكن يبقى بيحب عياله، بس هو شرير معايا. هي دي فكره انت بتكتبي منين يعني ايه شر ويعني ايه خير. احنا فينا الاتنين على فكره، بس مين اللي طاغي على مين؟ بنستراجل في الرحله بتاعتنا، هنشيل منها قد ايه ضعف. دي رحلتك على الارض بقى، بس دي كتابتك. هو ده اللي انا بحكي لك عليه، ان انت عندك هم او قضيه بتكتبي منين لايه، مش الموضوع ماشي هات ده شراني حطه شراني على طول. ازاي ده يبقى شراني على طول؟ كل واحد عنده دوافعه على فكره، كل واحد حتى في الغلط عنده دوافع. بس ممكن يبقوا ناس بتخاف ان انت تتعاطف مع الشرير. انا موافق ان انا ما اتعاطفش معاه حسب راس دي بقى. ما هو دي الفكره، حسب الكاتب بيكتب منين. ما هو في شر ما ينفعش تماما ان انا اخلق له دوافع تبقى الناس تتعاطف معاها. في شر ما ينفعش اخلق له دوافعه، ولو خلقتها اما اجي اجيبها لمشاهد هجيبها له في 2 ماستر سين كده صغيرين يفهم ان هو ليه ده حصل له، بس مش هخليك تتعاطف معاه. ما هو ده مخرج على كاتب اللي بيمسكوا دي حرفنة ميزان الحته دي. ولكن في شر تاني، يعني الاب اللي بيطلق غير ما ده شر. لما اجي ارصد شره لازم اشوف هنا هو قد ايه اتحرم من الابوه من ابوه فمعش البنوه،
فحصل له فعشان كده طلع فاقد للفكره فبيطلق. ده شر ينفع اديله دوافع، فعلى الاقل يصعب علينا انه بيطلق عشان ينفع نرجعه قدام. لكن الشخص الارهابي اللي بيقتل دوافعه ليه دوافع وليه دوافع ايمانيه ان هو مآمن بالفكره، بس وانتي بتعدي عليها عدي عليها مش مرور الكرام، عدي عليها بوعي. كاتب ليه وعي اللي يعدي عليها. ففي فرق من الشرين دول. انا مع الشر العلاقاتي ده، كل واحد فينا متجرح، انا متجرح من حاجات، انتي متجرحه من حاجات، احنا نتاج لتجريح من اهالينا ومن مجتمعنا. فقدامنا ان احنا نطيب الجروح دي او ان احنا نزيد اعماق الجروح في عيالنا. ده للاسف اللي بيحصل. السوشيال ميديا بقى ليها تأثير كبير قوي كمان في الأعمال الفنية. ايه اللي بتسوقها يا ساندي؟ ما هي دي بقى المشكلة، فكرة ان انا بقيت دايما حاطط فكرة الكسب السريع، ان انا شايف انه الناس بتكسب طول الوقت. حتى لما بناقش قضية مهمة مثلا ليها علاقة بقمار او مراهنات، انا ما بقيتش ادخل في العمق لان كل حاجة بقت سريعة. بصي الميلينيالز والجين زي وكل المسميات اللي حاصله للولاد الجداد بكل الحاجات بقى اللي طالعين جين الفا، صح؟ لا في الفا بعدها الالفا اللي بعده. في علم النفس عندهم من ثوابتهم شعور بالاستحقاق، ان الحاجه بتيجي بسرعه عادي، انا استحق ان ده يحصل لي. ركزي كده هتلاقي هو مش عايز يتعب. هو اصلا ليه؟ لان كل حاجه قدامه، الشاشه قدامه، بيطلب اي حاجه بتجيله، بيعمل كل الاوردرات بتاعته من في ثانيه. بيتفرج على المسلسل 10 حلقات في يوم، ما بيستناش زيي. كل ده بيغذيله ايه؟ شعور بالاستحقاق السريع سهل. فانا ليه اتعب لما اشتغل؟ طب ما انا الحاجات بتيجي سهله اهو، الناس قاعده بتعمل فيديوهات بيجي لها فلوس، انا ليه اتعب؟ ده ليه دعوه بالشعور، دي سمات الجيل ده. فمفروض ان انت ما تنميش ده. لو هتربطيها بالدراما، انا محتاج كدراما قصص صعود لناس سويه طبيعيه تعبت واجتهدت عشان توصل ايا كان بيعملوا ايه، عشان ادي للولاد دول معنى ان ممكن يستنى شويه. لان المثل اللي قدامه هو صلاح، والمثل اللي قدامه مرموش. غير كده مفيش امثال. في حاجه كده في بلد بس ما فيهاش غير المثالين دول اللي نقدر نتكلم فيهم على فكره اللي تعب عشان ياخد من ربنا عوض. هفكرك بمناقشه ناقشناها قبل الحلقه، كنا بنتكلم على فكره ان انت ما بتحبش البودكاست اللي بتطلع قصص نجاح او صعود. احب اللي بتطلع قصص صعود، بس كفايه يعني. بصي احنا كلامنا مثلا، انا حكيت لك في بدايته ان انا كنت بسقط في هندسه، وان انا هي برضو فكره الرصد للناس. في فرق كبير وانتي قاعده بتقولي، انا ممكن نقعد 3/4 الحلقه احكي لك انا كنت بعمل ايه في بابا وماما علشان اوصل للي انا عايز اعمله، واديت هنت واديت مرمط. احنا بنتكلم على الصالح منه للناس. احكي تعبك ومعاناتك وما تشحتش بيها لو سمحت، احكيها عادي يعني، خليك فخور وانت بتحكيها. ما تلعبش على حته ان الناس بتيجي من الحته دي، لان الناس ما بتجيش من الحته دي دلوقتي، من كتر ما الحته دي زياده، صح، لان هم تعبانين. فما تحكيهاش بالشكل ده، واعمل ستريس على فكره انت ازاي تعبت عشان توصل. مش تعب مادي بس، مش تعب عوز، لان مش الموضوع مش في العوز على فكره، بس الموضوع ان انت عشان تقفي على رجلك دي محتاجه حاجات كتير جنب العوز. الفكره مش في الفلوس بس، في حاجات يعني جنبها مهمه طبعا، بس في حاجات اهم جواك، ان انت ما خربتش نفسيا. ما تحكيليش على تزويغك. الحاجات دي بتوصل للعيال اللي بتتفرج بالاستهانه اللي انا بحكيها لك دي للاسف. وده بقى ما ينفعش يتمنع، ده وعي للي بيسأل ووعي اللي بيجاوب، علشان احنا هندفع تمن ده في عيالنا اللي طالعين. خلي بالك احنا لغايه دلوقتي احنا جيل متماسك، لكن الولاد اللي طالعين انت ما شفتهمش دول لما يبقوا فاتحين بيوت هيبقى شكلهم ايه؟ العيال دي ازاي هتبقى اهالي؟ مدي كده الخطوط على استقامتها، بص كده العيال دي هتفتح بيوت ازاي؟ مفهومهم عن النجاح ايه؟ مفهومهم عن القيمه ايه؟ مش انا بقول لك احنا في نسبيه الاخلاق. مفهومهم عن الغلط والصح ايه؟ مفهومهم عن فكره ان انا بحترم حريتك،
ده في عيال بتحترم الحريه لدرجه ان انت تبقى اي حاجه من اللي انت فاهمها دلوقتي، اي حاجه، راجل ست ايا كان، بقى انا مالي، دي حريته الشخصيه. تخيلي ان احنا وصلنا لده. هنا بقى تقدري تتكلمي في نسبيه الاخلاق. هو صح انه بيحترم شخصيه اللي قدامه، انا بالنسبه لي لا، ده مش صح، ده انت لازم ما تحترموش ولازم ما تعرفوش اصلا. دي تربيه بمورلز، بافكار تانية. محتاجه ان انت تبتدي الموضوع ده من الصفر، يعني بمعنى انه يعني ده معناه ان انت بقى الغي بقى كل المسلسلات دلوقتي اللي بتتكلم عن البلطجه وعن وحط بس مسلسلات ليها علاقه بالعيله. مش قصدي ان العيله او المسلسلات اللي هي بتدي. هي زمان كانت شغاله ازاي ساندي؟ طيب ما تعملوها زي زمان. انا مالي انت بس ما الدنيا بتتطور، ما هقول لك اللي زمان كان شغال مش شغال دلوقتي. لا زمان كانت شغاله صح. مش بتكلم على ان الصناعه كان شكلها ايه زمان، انا بتكلم على كونتنت الصناعه. انت زمان كان عندك في وسط البلد دي كلها كان في فيلم اسمه النوم في العسل، وكان في فيلم اسمه طيور الظلام، صح. وكان في شغل بجد. هو ده اللي احنا ده اللي بقوله. وكان في كل حاجه، بس في ميزان. العدد قصاد ايه؟ العدد قد ايه يعني ده قدامه قد ايه قدام ده. ثانيا الوعي اللي رابط في حاجه اسمها عقل جمعي على فكره، ومزاج عام في بلد الظروف الاقتصاديه فيها مش احسن حاجه. فانت انت اللي بتزوده بيزود العنف في الشارع. ما تنزلي تشوفي العربيات لما بيخبطوا في بعض الناس بتعمل ايه في بعضها، وراكبين عربيات على فكره معاهم فلوس، يعني لو هنقيس بكده. الفكره العنف زايد ليه؟ حاله الانتقام دي ازاي تبقى حاصله؟ ثانيا كسوشيال ميديا انت بتعملي ستريس على ايه؟ مين اللي بيقولوا ايه فايرال؟ مين اللي بتفايرله ومين اللي بيطلعوا؟ ما انت بتعمل ده، ما المواقع دي بتساعد على ده. فهي حاله على بعضها محتاجه اجنده، مش منع، تظبيط على تقنين كده. لان دي بلد بتقوم بجد. فما ينفعش يبقى احنا في الحاله بتاعت ان احنا مش شايفين قدامنا من اللي بيحصل. فانا مش بقول منع بس، حط حاجات تانية. يا ستي ما السنه دي كان في كذا حاجه، كترهم، قلل النسبه دي. لو انت مش هتقدر تعيش من غير سرسجه، يعني لو ده النقاش اللي ما بيننا، اصل احنا لازم يبقى عندنا سرسجه. ايه الحوار العبثي ده؟ يعني ايه حد يناقشني في اصل وانت كده عايز تمنع السرسجه؟ يا رب تتمنع السرسجه، مش من المسلسلات، من حياتنا. دي مش حاجه كويسه. هذا العنف الغريب في الشارع، كميه المخدرات اللي باظت. يعني زمان العيال كانت من المخدرات حتى مفهومه الهويه والامباكت بتاعها احنا عارفينه. انا بسمع عن حاجات انا مش مصدق ان الناس دي بتضرب ده اللي عامل الحاله بتاعت السرسجه. فيا رب تتمنع من الارض، مش من المسلسلات بس. لكن ما ينفعش نناقش انت عايز تمنع السرسجه للدرجه دي. احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايز امنع السرسجه. العشوائيه اللي في كل مسلسلاتنا اللي مالهاش دعوه بتسقيط البنطلونات بس على فكره، العشوائيه اللي في الحاله نفسها بيوصل لك ايه؟ بتوصل لك ايه؟ وعلى فكره سوري لقطع كلامك، لا خالص، الستات اللي من الطبقه المتوسطه والطبقه الايه بيتفرجوا على ده وبيبقوا مبسوطين. ركزي كده، ده حقيقي. هتلاقي في مسلسل كل الستات اتفرجت عليه. صح. ما هو ده اللي قلته لك لما قلت لك ان السرسجيه اللي بيأثر عليهم البي والاي مش السي. وانا ضد التصنيف، بس دي الحقيقه. ركزي هتلاقي ده. مين اتفرج؟ كانوا معجبين قوي بالبطل. طبعا. ويروح اي مكان مثلا بينادوا باسمه وان هو طبعا دي كارثه ثالثه. في جامعه اتنادى على اسمه في جامعه، فاحنا في كارثه. فانت بتكلميني في مجتمع، ما انا قلت لك في الاول اللي بيدين الغلط بقى بيغلط اكتر من اللي غلط، تحت مسمى ان انت ازاي تقول دي حريه ابداع. حريه ابداع؟ طب مين اللي قال؟ يعني عارفه مين اللي صنف المتصنف؟ مين اللي قال ان ده ابداع يا جماعه؟ بس حتى لما بنناقش قضايا مهمه، انا عندي مشكله انه المناقشه بتاعتها مش بتبقى عميقه انف. يعني انت مش بتخش في كل شخصيه انت عندك فكره معينه عايز تقدمها، لكن مش بتخش في جوانب تانية مهمه. يعني انا ما شفتش ده مثلا في بينا ومعاد او في ابو العروسه. كنت بحس انه وده مش مجامله، ده كلام حقيقي، كنت بحس ان كل شخصيه هي بطله وكل شخصيه بتمر بصراعاتها. لكن في مسلسلات انت القضيه بتاعتها مهمه ولازم تكون بتناقشها وموجوده في المجتمع بشكل كبير قوي،
وانا مع ان هي بتناقش على فكره، بس انت ناقشتها غلط، ناقشت اسبابها غلط، ناقشت دوافعها غلط، وناقشت نتائجها غلط. اقول لك على حاجه، يكفي في البدايه ان انت ناقشت القضيه اصلا يا ستي، تمام، ما يعني زي ما قلت لك، المهم ان احنا ناقشنا قضايا، ده اللي يفرق معايا اكتر. المهم ان احنا، وحطي تحت اللي انا هقوله ده 100 خط، ان المشاهد نفسه بيشحت حاجه حلوه. صدقيني مفيش مسلسل مكتوب كويس بيسقط، المشاهد بيتفرج على كويس. بس المشكله انا هقول لك ايه، انت مجوعه اولادك في البيت، لو دخلت لهم جانك فود ما هياكلوا، لكن لو كنت معوداهم على الاكل البيتي هيبقى مبسوط بيه اكتر. ممكن ياكل جانك فود ده مره في الشهر، لكن ما ينفعش تبقى عيالك جعانه وتزعلوا ان هم بياكلوا الجانك فود. ما هو لازم هياكل ده، لازم هياكل ده عشان جعان، قاعد في رمضان، كماديات مش احسن حاجه، فهو قاعد مش قدامه غير التلفزيون. وما تصدقيش مقوله هو في ايديه الريموت يقدر يحول ويقدر يرجع لانه ما عندوش الوعي اللي يخليه يحول. احنا اللي عندنا الوعي ده. وانا داخل بيتك، فانا داخل بيتك بقدم لك حاجات، الحاجات دي لازم تبقى ليها معنى تحديدا في الوقت ده. انا ممكن اكون بضحكك بمعنى، على فكره مش قصدي ان انا اقعد اوعظك، انا ضد الفكره دي تماما، المباشره في الكلام. انا امتعك، بس يبقى ليها معنى، نظرا ان احنا في وقت صعب جدا على البلد، فاحنا محتاجين ناس شغاله بالاتجاه ده. وانا شايف حاجه، ان اللي حصل في رمضان اللي فات وكلام سياده الرئيس على الموضوع نفسه اكتر من مره، انا شايف ان السنه الجايه هتكون احسن. على الاقل بقينا قادرين نحدد احنا فين المشكله، حتى لو لسه غايبه، عايزين نجيب السورس بتاعها من يعني اصلها جاي ازاي، نعمل ايه. انا شايف ان اللي جاي احسن ايا كان ازاي، او كيفيه ادارته هتبقى ازاي، ولكن اللي جاي هيكون احسن. كعدد مسلسلات مريح للبيوت هيبقى اكتر، فدي حاجه من الانجازات اللي حصلت. وما كانش المفروض نوصل لمرحله ان سياده الرئيس هو اللي يتكلم في الاخر، كان المفروض احنا كمان نكون بنتحرك من بدري. هل بما انك انت في الصناعه، هل انت بتشوف مثلا ان في علماء اجتماع موجودين بيشوفوا الموضوع اللي بيحصل في الدراما وازاي تأثيره بيحصل على المجتمع، ولا احنا لسه ما عندناش الحتة دي في الدراما المصرية، ان انا اشوف التأثير الدراما بشكل منهجي او بشكل علمي سندي على المجتمع؟ محتاجة حد يقول لك تأثير الدراما بشكل منهجي او علمي. انا هسألك سؤال واحد، وانت مش شايفة الشارع ده لأي حد ملوش دعوة بعلم النفس او الاجتماع؟ اي حد يروح المدارس. طب اقول لك على حاجه، روحي كده بصي على عدد حالات الطلاق في الدقيقه كام في مصر. روحي شوفي الولاد اللي من غير اب سابهم وقاعدين مع امهم لوحدهم، او العكس صحيح. روحي شوفي في كل الطبقات، في كل حاجه. ده علم اجتماع لوحده. وعلى فكره الدراما دورها مهم، يكاد يكون مهم اكتر او زي الكنيسة والجامع والمدرسة. الدراما اللي بتشكل لهم حالة الوعي في بيت الأب والأم بيقعدوا يتفرجوا فيه، فممكن يتأثروا للصح، فيروح المدرسة بفكر مختلف. فالمدرسة نفسها عبارة عن ناس متأثرين بنفس الفكرة. ما تقيسي ده، ما كانوا بيتفرجوا على زفت في رمضان اللي فات، وكان العيال كل أحاديثهم في الحاجات مرتبطة بالمسلسلات اللي فيها الحالة دي. عيال صغيرة بتتفرج على حاجات من أبعد ما أنت متخيلة. طب ما أنا هقول لك محتاجة علم نفس وعلم اجتماع. أمين، حطي ناس دكاترة علم نفس واجتماع، بس القصد إن القضية أنت شايفاها وشايفة نتائجها. انت محتاجه حد يجيلك يقول لك احنا بس انا هقول لك ان انا بشوف الحاجات دي بره. يعني انا النهارده في انفتاح عالمي، فانا اللي انت مش هتوريهوني هنا انا هتفرج عليه بره. هو انا بفرجك ايه؟ هو انت بتتفرجي على سرسجه بره؟ خليكي منطقيه. لا ما بتفرجش على سرسجه ايه؟ هو انا منع لك ايه؟ انا بقول لك السرسجه والعنف والعشوائيه. طب بره بقى جنب العنف اللي بيعملوه مبرر غيرنا، يعني هم ملوك في المنطقه دي. صح. ملوك انه بيبيع لك المنتج الامريكاني ان هو البطل الامريكاني الذي لا يهزم، بيبيعه بس بشكل شبهه. الحاجه التانيه اللي اهم،
حاطط جنبه قد ايه حاجات انت اللي بيجيلك منه حاجه واحده. ما تفتحي تشوفي. ده وصل لمرحله انه بيغذيلك افكار احنا ما نقدرش نتكلم فيها هنا، وبيبقى لك انها صح، وبيبقى لك ان انت تتاثري، وبيحطها لك في اطار اكنها كوتا. يعني اي مسلسل من مسلسلاتهم لازم تلاقي فيه 3 خطوط فيهم اللي انت فاهماه، يا شذوذ وفيهم كل ما هو شاذ، وبيبلع لك الموضوع. احنا هنا ما تقولي اصل هو لو ما لقاش ده هيتفرج على بره، هيروح يتفرج على بره ايه؟ سرسجه؟ ما هو مفيش ده. حاله الهبل اللي احنا بنعملها كل سيزون ده مش هيحصل. مش هيبقى بيسيب المحطه عشان يدخل على نتفليكس يتفرج على مسلسل تاني. هو عايز جرعه مصريه لناس شبهه، حطهم لك مظبوط يا سيدي. جيب الانتقام بس جيبه مظبوط، ما تجيبوش بحاله من حالات الغريزه اللي فيها كره. ما عادل امام كان بيطلع ينتقم على فكره. ليه ما ليه في المنسي انا ما حسيتش ان انا عايز اخرج اكسر الدنيا ولو واحد خبطني بالعربيه؟ انا ليه جرعه المسلسلات دي بتخليني عشوائي؟ ما تسالي نفسك. عشوائي حتى في اختيار، في ادائي مع مراتي، في ادائي مع اللي حواليا. في حاجات بتدخل فينا من غير ما نحس، فهياخدها منين بره؟ يعني لو دي الفكره. ثانيا طب ما هو عنده بره وانت فاكره انه بياخدها هنا. الدوبامين اللي بيطلع، ما هو في دوبامين بيخرج من الدماغ. فالدوبامين اللي بيخرج على الحاجات اللي بيشوفها هنا بعد رمضان ما هو محتاج يتنمى، فبيكملها بره. ده الانيل، فالجرعه بتزيد وما بيستكفاش. طب ما انا النهارده باجي بقول ان انا ممكن اكون بوري الطبقه المتوسطه او الفئه المتوسطه، بس جيت بقى على العشوائيات وقررت ان انا مش هوريكوا العشوائيات. طب ما انت كده كانك بتختار فن وبتسيب واقع. طب انا هقول هنا حاجتين. كان عندي حوار في ابو العروسه مهم جدا. ان انا خدت البطل كان سيد رجب وواحد صديقه، اتصور في حي الاسمرات المشهد نفسه. وكان الراجل اللي عازم سيد رجب في حي الاسمرات بيقول له بص ده كان عشوائيات، وبص بقى شكل الحي بقى شكله ايه. قال له كمان المهم ان يبقى في ناس، العشوائيات مش بيوت، العشوائيات دماغ بس كمان. يعني في ناس تنقل عشوائية الدماغ. انت الحكومة عملت اللي عليها في انها نقلت من حالة صعبة عيشش بالظبط لبيوت آدمية. هل هذه البيوت الآدمية اللي فيها إنسان عايش مش محتاج فن يخليه إنسان، ولا محتاج فن يلعب على إن أنت عشوائي هتفضل زي ما أنت؟ أنا ما بدكش عليه غير إن أنت تنجح وتجيب فلوس بأي شكل من الأشكال عشان تقف على رجلك. أنا بناقشك بجد. أنت اللي أنت شايفاه بلدنا دي كل أبطالها يا تجار سلاح، يا تجار مخدرات، يا تجار آثار، يا ناس شغاله شمال في كل حاجه. يعني هل تفتكري اما الرول موديل فين؟ انا متجنن من فكره ان اللي بيتناقش في ايه وانت عايز تمنع ده. يا جماعه ما هو تمام موجود، بس ما ينفعش يبقى ان كل الموضوع ابطاله كده. ما ينفعش يبقى ما فيش بوليس. انت في مسلسلات ما شفتش فيها بوكس غير في اخر حلقه يا ساندي. منين يعني؟ حتى جيبهولي عارف الموضوع وبيترصده وهيجيب. يعني اديني احساس ان في خوف. ولا ده كمان ما ينفعش ان انا اقوله؟ يعني ما دي ازمه. ان انا هرجع لك نفس الجمله اللي بكررها طول الحلقه، اللي بقى بيدين الغلط بقى بيتحاسب على انه غلط. احنا لو احنا بنتكلم على عشوائيات، هو احنا ليه الكلمه دي يا ساندي دلوقتي؟ يعني ليه في الثمانينات والتسعينات ما كانش حد بيقعد يقول لك هو انت عايز تسيب العشوائيات؟ ليش معنى دلوقتي بقى ان ده اللي بندافع عنه؟ انا مش عايز اسيبهم يا سيدي، بس انا عايز ارفع العشوائيه مش سكن. في ناس في الطبقه الايه عشوائيه تفكير. والعيال دلوقتي اللي في المدارس عشوائيين. هو انت العيال اللي بيتكلموا بالطريقه دي وبيعملوا خناقات بالشكل ده هم دول مش عشوائيين؟ مفهوم العشوائيه ايه؟ زي ولاد ناس كده. هو ايه مفهوم ولاد الناس؟ مين ولاد الناس؟ الفلوس ولا التربيه؟ مين ايه القيم في حياتك؟ ما هو ده اين تكمن القيمه؟ فين القيم؟ مين القيم؟ فانا مش بتكلم عن العشوائيه اللي هي مرتبطه بالفقر، انا بتكلم على العشوائيه اللي موجوده في دماغنا، محتاجه نوع من الدراما والسينما يغازلها وينميها
وبعد كده اعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. هيفهم وهيفلتر وهيقول ده لا. لكن احنا واصلين للامثله اللي انا قلتها لك كارثيه، بقى في تغييب. هاني، انت من الناس اللي بتكتب اعمالها بنفسها؟ ما عنديش ورش، ما عندكش ورشه. هل انت شايف انه الكاتب لازم يكون مؤمن باللي بيكتبه، مؤمن بيه وعلى درايه كامله بكل الجوانب بيه، ولا هي نوع من الشغلانه سبوبه؟ وده طيب. بيجي لحته الوعي اللي احنا كنا بنتكلم فيها. في قضايا معينه لما اجي اكتب عنها لازم يبقى معايا متخصصين ارجع لهم في الحاجات المعلوماتيه المظبوطه. يعني اديكي مثل صغير، يعني المرافعات اللي كانت قانونيه في ولاد ناس كان لازم في محامي اقعد معاه عشان افهم اداره الموضوع ايه. ولكن فكره ان انا اول حاجه قلتها لك ان الكاتب لازم يبقى عنده هم وقضيه. الهم والقضيه ده بيخرج لوحده في ورقه. مش عارف اقول لك انها تتحول لسبوبه، لان انا مش ماشيها كده. يعني انا ما انا عندي قوه رفض، ان حتى في وسط الازمات ممكن اقول لا على حاجه انا مش هينفع اكتبها لما تطلب مني. يعني هل تفتكري ان انا مثلا عمل ابو العروسه ما طلبش مني 9 ابو العروسه في وقت انا كنت محتاج فيه فلوس؟ طلب مني بس انا قلت لا، لاني مش هكرر نفسي، هعمل حاجه تانية ليها معنى، بتقول حاجه برضو ممكن تبقى احلى من ابو العروسه عادي يعني، وممكن تبقى اقل بس ليها معنى تاني. فانا مش قادر احولها لسبوبه، لاني عارف حاجه واحده في كل اللي احنا بنقوله. لو انت بقى تساليني مؤمن، انا مؤمن بحاجه واحده، اني انا هتسال وانا ماشي من على الارض دي ان ربنا هيقول لي انا اديتك حاجه وزنه انت هتعمل فيها ايه. فانا سيء في 100 حاجه، فعلى الاقل دي تبقى سليمه. يعني على الاقل الحته دي تبقى انا اتسالت، كسبت بيوت، في نفوس اتغيرت، في اهالي اتغيرت مع عيالها، في عيال اتغيرت مع ابهاتها وامهاتها، في حاله من حالات المناقشات اللي بقت مختلفه جوه البيوت. انا سايب حاجه. ده الايمان بتاعي ان انا هتسال على ده. بعيدا طبعا ان بقيه الحاجات كلها انا زفت فيها، بس يعني في الاخر فكره التاثير اللي انت بتسيبه في المجتمع او الارث اللي انت بتسيبه للمجتمع. ما احنا كلنا عندنا اغلاط وكلنا عندنا خطايا يعني. بس ده اللي عايش لي بعد ما امشي، ده اللي عايش لي. كل اللي انا بحكيت لك عليهم كاسماء، اسماء ناس في وسط الحلقه من غير ما نقول اسمائهم، في مسلسلاتهم. تفتكري لو ربنا افتكرهم بعد الشر عليهم بكره، هل تفتكري ان انا ممكن اقعد اجيب بعد 10 سنه مسلسل من المسلسلات اللي بقول لك عليها دي واقول يا الله يرحمه؟ انا دلوقتي بعمل ده على فريد شوقي، بعمل ده على الشغل بجد لكل الناس المحترمه، وبتمنى لهم طول العمر اللي عايشين منهم. ده القيم في الفن. دي وظيفه الفن. واحنا بنصور الحلقه دي ده الايام بتاعت عيد ميلاد الزعيم عادل امام طبعا. وانت لما تشوف انه كم الاعمال والافلام اللي عملها وبتناقش قضايا، وعي مختلف. شوفي بطانه عادل امام، الاستاذ عادل، شوفي بطانته، مين اللي حواليه، مين الحاله اللي كان زارعها لنفسه. شوفي هو عمل لنفسه كام ابديت، صح، وطلع اجيال قد ايه، وكمل ومعلم معانا لغايه لما ربنا يديله طولة العمر اكتر. انا بالنسبه لي في كيان يفضل عايش، ده اللي سابه عادل امام واللي لسه عايش له، مع انه كان بيقدم كوميديا وبيقدم اكشن وبيقدم كل ده، بس في فكر. هو ده اللي بقوله. هل عادل امام عمل دور سرسجي؟ حتى لما عملوا ودال فين؟ هو يعني اللعبه مع الكبار مش كان تركيبه واحد سرسجي طالع مسجل خطر بس بيسمع تليفونات من حسين؟ مش ده كان اللعبه الكبار؟ صح. ولا وحنفي القبهه كان ايه؟ ما دول. بس هو عمل ايه للناس؟ كان بيديهم ايه لغايه ما يوصلوا للاخر مظبوط؟ هو ده الموضوع. المنسي راجل في محطه في قطر في مزلقان منسي شفناه في حاله اتقالت في الاخر مظبوطه. فانتي بتتكلمي على احنا ليه بقى كلامنا كله اكننا بندافع على حاجات انا مش مصدقها، حاجات ما بتعيش اصلا. احنا اللي عايش لنا هو ده اللي موجود، وانا بعتبر ان اعمالي عايشه. لان انتي ممكن ترجعي بالليل
تعبانه، لو لقيتي ابو العروسه هتقعدي تتفرجي عليه، وممكن تلاقي ان هيتعاد هتفرج عليه تاني. مش بس كده، فكره كمان ان انا اقدر اخلي ولادي يتفرجوا عليه معايا. يعني احنا النهارده بقى عندنا مشكله، انه زمان واحنا بنتفرج على المسلسلات كانت هي قناه واحده ولا قناتين اللي بيعرضوا المسلسلات، فكلنا بنتفرج مع العيله، فكانوا مركزين قوي في الكلام اللي بيتقال، الالفاظ اللي بتتقال، الفكر اللي بيتقدم. النهارده انا لو عايزه اتفرج على مسلسل، لا انا ما بخليش ولادي يقعدوا معايا. ففكره ان الازمه انت فيها ساندي ان انت بتخليهمش يقعدوا معاكي، بس في نوعيه ولاد لو انت ما خليتهمش يقعدوا معاكي هم هيتفرجوا عليه مره او هيسمعوا الافيهات من اصحابهم. هي دي بقت الازمه، ان انت بتقدري تمنعي. طب انا هنا ضد المنع، انت عارفه انا هنا مع ايه؟ ان انا اغذي حاجه تانية للعيال، اغذي وعي تاني، انقلهم حاجات تانية يشوفوها عشان اقدر امنع انه يتفرج. طب انا بقى كصانع محتوى او ماسك، انا اقدر ان انا امنع، اقدر انا امنع كصناعه هذا النوع عادي بلد مش هتبوظ يعني لو اتمنع او اتقنن او اتاجل او اتحطت الابطال الشعبيين في حتت كويسه. هاتهم يعملوا قصص صعود، يعني اللي بيعمل الاب والابن وبيضرب مصر وما بيتقبضش عليه، هاتوا يا عم يعمل قصه صعود، هاتوا يعمل قصه صعود محترمه، مش قصه صعود تاجر اثار ويتطهر، لا، هات لي قصه صعود حرفه، هات لي قصص نجاح، خلي الولاد تحبهم في الصح بقى، وما يطلعش يدي مواعظ. برضه انا قصدي ان هو انسان طبيعي، هات لي انسان طبيعي. لكن ولادنا نمنعهم. انا في مسلسلات بعينها كانوا بيتفرجوا عليها كوميدي، كان في حلقات اقول له بلاش تتفرج على الحلقه رقم كذا، لان انا مش مصدق ان الافيهات دي اتقالت في التلفزيون، وان ابني هيضحك على الافيه ده وانا قاعد جنبه، وبنتي طبعا. فدي مسخره، الافيهات خارجه جدا، بيضحك جدا كمان، بس انا مش قادر استحمل ان عيالي عارفين الافيهات دي وبيضحكوا جنبي. مش شيزوفرينيا، بس ده مش صح، ده مش صح. في السن ده ما ينفعش يعرف الحاله دي. هتقولي لي الموبايل، ما انت سايب له الموبايل، في وقت الموبايل، في وقت الحاجات اللي بيشوفها. في ناس بتربي وفي ناس سايبه الحياه سبهلله، فالسبهلله دي مخليه ان العيال اتفرجي على سن كام مصاحبين وسن كام بيبعتوا على السناب شات. السناب شات ده لوحده قصه تانية، ده محتاج حلقه ده. ان السناب شات ده مصمم لان الجيل ده ما بيتعاملش غير بيه، الصغيرين، والكونفرزيشن بتتمسح لوحدها، وممكن يقول لك ان انت شايفاني. احنا كاباء ما نعرفهمش. انا ابتديت ادخله عشان افهم ازاي هم عايشين بيه. الكونفرزيشن بتتمسح لوحدها، يعني ما يبانلكيش ان انا مسحت، هي بتتمسح اصلا. الصور نفس الكلام، الا لو عملت سيء يبان له. ممكن ابقى انا معاه وهو مش قايل لي ان انا معاه وهو معاه، يعني انا شايفه هو بيحط ايه، هو حاطط حاجه تانية لاصحابه، عامل حاجه اسمها شورت كات وحاجات كده. فالسناب شات كل حاجه مؤهله للعيال ان هم يعيشوا في حته لوحدهم عننا. عارفه الحاجه اللي بتجمعهم ايه؟ فرجه المسلسل مع بعض، اللي ممكن نتكلم عن حوار كويس فنبتدي نديله كلام مهم. انا لما بفرجه على فيلم كويس بقعد اتكلم معاه، انا ايه اللي عجبني هنا وايه اللي، ونفسي اشوفك كده، ونفسي، يعني دي حاله مظبوطه. لكن انت سايبه كل حاجه، ما هم هيعمل هندفن راسنا في الرمل. طب ما هو شافك وانت مفيش كده يا جماعه، مفيش كده. يعني في حاجات بميزان، في كتالوج في التربيه لازم الناس تبقى فاهم، وليه دعوه بثقافه الشوف. هشوف ايه؟ هفتح لعيالي ايه؟ انا الاسهل لي ان انا اشوف مسلسل او فيلم عن ان انا مثلا اسمع وعظه او خطبه. طبعا، عشان كده بقول لك المسلسل، الدراما تاثيرها اكبر من الجامعه والكنيسه، ما فيهاش كلام. ليه؟ لان المنطقه دي بتبقى تقيله سنه. حبيبي قوم صلي، حبيبي قوم روح، بتبقى اتقل سنه في السن الصغير ده عن ان انا اقدم حاجه عن انه لو شاف بالظبط. فهم كلها مع بعضها، هي منظومه لازم تبقى بتتحرك كلها مع بعضها. عشان كده انا بقول لك السنه دي هتبقى احسن، عشان اللي قاله سياده الرئيس على فكره ان الدراما مهمه وانها بتوصل وعي، وان انا يهمني الناس ويهمني ده هيترجم لحاجه كويسه، انا متاكد. بتحضر لايه؟ احضر لمشروع برضو في نفس الهم والقضيه، بتكلم فيه عن
بيوت الولاد ال 14 وال 15 سنه المراهقين، مع اختلاف دوافعهم، مع اختلاف بيوتهم، وفي اطار في كوره. فربنا يسهل ويطلع عمل كويس. هنستناه يا رب، انا كمان مستنيه. شكرا يا هاني، ميرسي جدا على الوقت اللي قضيناه مع بعض. وسعيد، بس القضيه دي مهمه، قضيه الدراما دي مهمه. سعيد جدا للحلقه الجميله دي، انا اتكلمت كلام مهم وربنا يستر. ربنا يستر. شكرا يا شباب.